اوكي يا شباب، عندنا هنا كوتشينه كالعاده. خلونا نلخبطها علشان نتاكد ان مفيش فيها اي ترتيب. ودلوقتي احنا جاهزين علشان نعمل الخدعه بتاعتنا. خلونا نعمل 3 اجزاء في الكوتشينه بالشكل ده، ونطلب من الشخص اللي قصادنا ان هو يقول ستوب في اي مكان هو عايزه. حرفيا هو ممكن يقول ستوب في اي مكان هو عايزه. فلنفترض مثلا ان هو قال ستوب هنا. طبعا احنا مش هنتدخل في اي حاجه. هنبتدي نقلب اول 3 ورقات من فوق بالشكل ده. خلونا كمان نحطهم في وسط الورق بالشكل ده، وهنعملها اخر مره. هنخليه يقول ستوب في اي مكان هو عايزه. طبعا برضو احنا مش هنتدخل في اي حاجه. فنفترض ان هو قال ستوب هنا. كمان هنقلب الورقه دي، وبكده هو اللي عمل كل حاجه بنفسه. احنا ما اتدخلناش في اي حاجه خالص. دلوقتي كل اللي هنعمله ان احنا هنبتدي نقلب في الورق بالشكل ده، وهنشوف اول ورقه مقلوبه عندنا كانت ايه بالظبط. اول ورقه عندنا هنا هي الولد. هناخد الولد وهناخد الورقه اللي فوقيها بالشكل ده. الجزء ده هنخليه قصادنا هنا طول الوقت. الولد والورقه اللي فوقيها هنخليهم قصادنا هنا. هنبتدي نقلب كمان في الكوتشينه بالشكل ده. هناخد الورقه اللي مقلوبه والورقه اللي فوقيها. الجزء ده هنخليه قصادنا هنا. دي الورقه التانية قصادنا هنا. كمان هنبتدي نقلب كده لحد ما نوصل للورقه كمان اللي مقلوبه، ناخدها هي والورقه اللي فوقيها. الجزء ده كمان هنخليه قصادنا هنا. طبعا اخر مره لانهم 4 ورقات. ادي الورقه اللي مقلوبه اهي، والورقه دي قصادنا طول الوقت بالشكل ده. ودلوقتي النتيجه مش محتاجين الجزء ده في حاجه. النتيجه ان احنا عندنا 4 ورقات. طبعا هو اللي اختارهم بارادته. عندنا كل ورقه فيهم مقلوب قصادها ورقه. عندنا اول ورقه شايب. خلونا نشوف تاني ورقه. تاني ورقه كمان شايب. ممكن لحد دلوقتي تبقى صدفه، بس خلونا نشوف الورقه الثالثه اللي هي كمان شايب. ولو لحد دلوقتي كل ده صدفه، فخلونا نشوف الورقه رقم 4 واللي هي شايب. ممكن كل اللي حصل ده يبقى صدفه، او ممكن يبقى ترتيب. بس خلينا نشوف الورق اللي حصل عندنا هنا. هنلاقي ان كل الورق، كل شايب قصاده بنت بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لو كانت دي صدفة فهتبقى فعلا صدفة مستحيلة. دي كانت الخدعة بتاعتنا النهاردة، ويلا بينا نروح الشرح. اوكي يا شباب، وكالعاده قبل ما نروح للشرح ما تنساش تنزل تحت وتكتب كومنت جميل، علشان اجمل 3 كومنتات هيظهروا معانا الحلقه اللي جايه، ودول اجمل 3 كومنتات من الحلقه اللي فاتت. كمان ما تنساش ان اللايك بتاعك بيفرق معايا جدا، فانزل تحت بقى واعمل لايك جميل وخلونا نبتدي. بصوا بقى يا شباب، كل اللي احنا محتاجينه في الخدعه دي محتاجين 4 ورقات شبه بعض. انا هنا استخدمت 4 بنات. 4 ورقات كمان شبه بعض، وهنا 4 شيبان. طبعا انت تستخدم الحاجات اللي انت عايزها. هتعمل ايه في التريك دي؟ هتجيب 3 بنات او اي 3 ورقات انت تختارهم، هتحطهم من فوق بالشكل ده. 3 بس. هتجيب كمان ورقة 2 3، يبقى كده 3 بنات وفيهم 3 شيبان. طيب الورقتين دول هنعمل فيهم ايه بالظبط؟ هنقلب الورق الناحية التانية دي كده، ونشوف ايه اللي حطيناه من تحت. اللي حطيناه من تحت كانت البنات، يبقى هنحط البنت هنا. ايه اللي حطيناه من فوق؟ اللي حطيناه من فوق يبقى الشيبان، يبقى الشايب هيتحط كده. ودلوقتي انت جاهز علشان تعمل الخدعه بتاعتك. لما تيجي تفنط الكوتشينه خليك حريص ان وانت بتفنطها اخر واول ورقتين من تحت يبقوا تحت مع بعض بالشكل ده. وابتدي بقى لخبط براحتك، وتيجي في النهايه خليك حريص ان ال6 ورقات بتوعتنا ينزلوا ورا بعض بالشكل ده. ودلوقتي انت جاهز علشان تنفذ الخدعه. كل اللي باقي في الخدعه دي مجموعه خطوات هتعملها توصل لنفس النتيجه. هتبتدي تقول له هنعمل 3 اجزاء بالشكل ده، وقول ستوب في اي مكان. فعلا هو هيقول ستوب في اي مكان هو عايزه. دي مش هتفرق معانا في اي حاجه خالص. قال الستوب في مكان بدري، قال ستوب في مكان متاخر، هو حر. اي مكان هيقول فيه ستوب هتبتدي تقلب الورق اللي من فوق. ايا كان الورق اللي هو هيختاره مش مهم. هتمسك بقيه الورق وتبتدي تحط فوق بالشكل ده. ودلوقتي اخر مره هتبتدي تقول له قول ستوب في اي مكان بالشكل ده. اي مكان هيقول فيه ستوب هتقلب الورقه اللي قال عندها ستوب، وتحط بقيه الورق من فوق بالشكل ده. ودلوقتي انت جاهز علشان تعمل الخدعه. هتبتدي تدور على اول ورقه مقلوبه عندك. خلونا نشوفها هي ايه. اول ورقه مقلوبه عندنا هي 10. هتاخد الورقه رقم 10 والورقه اللي فوقيها. الجزء ده هنخليه قصادنا هنا. الورقه رقم 10 والورقه اللي فوقيها هتحطهم كده. مره كمان
اول ورقه مقلوبه الورقه اللي فوقيها هتاخد الجزء ده هتحطه هنا، الورقه اللي مقلوبه واللي فوقيها قصادنا هنا. مره كمان عشان لسه في ورقه، هتاخد الاتنين والورقه اللي فوقيها اهو، ودول هتحطهم قصادنا كده. مره كمان اهو، الولد والورقه اللي فوقيها الجزء ده هتخليه قصادك هنا طول الوقت، ودول هنا. هتبقى معاك شويه ورق، دول هترميهم مش محتاجينهم في حاجه. دلوقتي كل اللي هتعمله سناب بسيط، وهتكتشف ان عندنا هنا كلهم شيبان، واللي موجودين هنا خلي بالك مش هيبقوا موجودين من فوق، لا هيبقوا موجودين من تحت. عندنا هنا كلهم بنات. بس كده يا شباب، ودي كانت التركه بتاعتنا النهارده. عايز اشوف الدعم الجميل بتاعكم، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام.